يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه بأن يختاروا غير الذي قضي فيهم، ومن يعص الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول أيها النبي للذي أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارثة وأنعمت عليه بالعتق أبق زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها واتق الله يا زيد، وتخفي أيها النبي في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها، والله تعالى مظهر ما أخفيت. وتخاف المنافقين أن يقولوا تزوج محمدا مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه. فلما قضى زيد منها حاجته وطلقها ثم انقضت عدتها زوجناكها لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبني بعد طلاقها، ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا من يتبنونهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم، وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب فيما أحل الله له من زواج امرأة من تبناه بعد طلاقها، كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا لا بد من وقوعه. ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم بأنهم الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس ويخافون الله وحده ولا يخافون أحدا سواه، وكفى بالله محاسبا عباده على جميع أعمالهم ومراقبا لها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمدا أبا لأحد من رجالكم ولكنه رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم عليما لا يخفى عليه شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا، واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساء وأدبار الصلوات المفروضات وعند العوارض والأسباب، فإن ذلك عبادات مشروعة تدعو إلى محبة الله وكف اللسان عن الآثام وتعين كل خير. هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام، وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة، لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له. تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة يوم يلقونه سلام وأمان لهم من عذاب الله، وقد أعد لهم ثوابا حسنا وهو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك بإبلاغهم الرسالة ومبشرا المؤمنين منهم بالرحمة والجنة ونذيرا للعصاة والمكذبين من النار، وداعيا إلى توحيد الله وعبادته وحده بأمره إياك، وسراجا منيرا لمن استنار بك، فأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وبشر أيها النبي أهل الإيمان بأن لهم من الله ثوابا عظيما وهو روضات الجنة. ولا تطع أيها الرسول قول كافر أو منافق واترك أذاهم، ولا يمنعك ذلك من تبليغ الرسالة، وثق بالله في كل أمورك واعتمد عليه، فإنه يكفيك ما أهمك من كل أمور الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تحصونها عليهن فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع جبرا لخواطرهن، وخلوا سبيلهن مع الستر الجميل دون أذى أو ضرر. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما.
يا أيها النبي، إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأبحنا لك ما ملكت يمينك من الإماء مما أنعم الله به عليك، وأبحنا لك الزوجات من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وأبحنا لك امرأة مؤمنة منحت نفسها لك من غير مهر إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك، وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالهبة. قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بأن لا يتزوجوا إلا 4 نسوة وما شاءوا من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم، ولكننا رخصنا لك فيما أوجبنا عليهم، ووسعنا عليك ما لم نوسع على غيرك، لئلا يضيق صدرك في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف. وهذا من زيادة اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم وتكريمه له، وكان الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين رحيما بالتوسعة عليهم. ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تؤخر من تشاء من نسائك في القسم في المبيت، وتضم إليك من تشاء منهن، ومن طلبت ممن أخرت قسمها فلا إثم عليك في هذا، ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا يحزن ويرضين كلهن بما قسمت لهن، والله يعلم ما في قلوب الرجال من ميلها إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بما في القلوب حليما لا يعجل بالعقوبة على من عصى. لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك تزوج النساء من بعد زوجاتك أمهات المؤمنين، ولا أن تطلقهن وتتزوج بدلهن غيرهن إكراما لهن وشكرا على حسن صنيعهن من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، ولو أعجبك حسن غيرهن من النساء إلا ما ملكت يمينك من الإماء فهن حلال لك، وكان الله على كل شيء رقيبا لا يغيب عنه علم شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول طعام غير منتظرين نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين لحديث بينكم، فإن انتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له،
والله لا يستحي من بيان الحق وإظهاره. وإذا سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء ستر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر التي تعترض الرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال، فالرؤية سبب الفتنة. وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبدا، لأنهن أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه. إن أذاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تظهروا شيئا على ألسنتكم أيها الناس مما يؤذي رسول الله مما نهاكم الله عنه، أو تخفوه في نفوسكم، فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه، وسيجازيكم على ذلك. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لهن لشدة الحاجة إليهم في الخدمة. وخفن الله أيتها النساء أن تتعدين ما حد لكن فتبدين من زينتكن ما ليس لكن أن تبدينه، أو تتركن الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب منه. إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد باطنها وظاهرها وسيجزيهم عليها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله تعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين، وملائكته يثنون على النبي ويدعون له. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه صلوا على رسول الله وسلموا تسليما، تحية وتعظيما له. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من المعاصي ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال أبعدهم الله وطردهم من كل خير في الدنيا والآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا يذلهم ويهينهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور وأتوا ذنبا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن، ذلك أقرب أن يميزن بالستر والصيانة فلا يتعرض لهن بمكروه أو أذى. وكان الله غفورا رحيما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بما أوضح لكم من الحلال والحرام.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لئن لم يكف الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإيمان والذين في قلوبهم شك وريبة والذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبائحهم وشرورهم لنسلطنك عليهم ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمنا قليلا مطرودين من رحمة الله في أي مكان وجدوا فيه أسروا وقتلوا تقتيلا ما داموا مقيمين على النفاق ونشر الأخبار الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. سنة الله وطريقته في منافق الأمم السابقة أن يؤثروا ويقتلوا أينما كانوا ولن تجد أيها النبي لطريقة الله تحويلا ولا تغييرا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس أيها الرسول عن وقت القيامة استبعادا وتكذيبا قل لهم إنما علم الساعة عند الله وما يدريك أيها الرسول لعل زمانها قريب. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم في الآخرة نارا موقدة شديدة الحرارة ماكثين فيها أبدا لا يجدون وليا يتولاهم ويدافع عنهم ولا نصيرا ينصرهم فيخرجهم من النار. يوم تقلب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيرين يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنيا فكنا من أهل الجنة. وقال الكافرون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك فأزالونا عن طريق الهدى والإيمان ربنا عذبهم من العذاب مثل عذابنا الذي تعذبنا به واطردهم من رحمتك طردا شديدا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي الله موسى فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور وكان عند الله عظيم القدر والجاه. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته لئلا تستحقوا بذلك العقاب وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيما موافقا للصواب خاليا من الكذب والباطل. إذا اتقيتم الله وقلتم قولا سديدا أصلح الله لكم أعمالكم وغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. إن
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن عرضنا الأمانة التي ائتمن الله عليها المكلفين من امتثال الأوامر واجتناب النواهي على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وخفن أن لا يقمن بأدائها وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفه إنه كان شديد الظلم والجهل لنفسه لتكون عاقبة حمل الإنسان الأمانة أن يعذب الله المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والمنافقات والمشركين في عبادة الله غيره والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبهم وترك عقابهم وكان الله غفورا للتائبين من عباده رحيما بهم.